نجمة الوداد البيضاوي يعزز صفوفه ب9 صفقات جديدة تحت قيادة المدرب رولاني موكوينا. نجمة أعلن نادي الوداد البيضاوي عن إبرام 9 صفقات جديدة دفعة واحدة تحت إشراف مدربه الجديد رولاني موكوينا، حيث تمت هذه الصفقات برعاية المرشح الأبرز لرأس تنال النادي هشام أيتمنى، وفقا لمصادر خاصة لك وورا. تضمنت الصفقات الجديدة لاعبين مغاربة نشطوا في الخارج، من بينهم ياسين أيوب القادم من نادي إكسلسيور الهولندي، ونسيم الشدلي من نادي لوهافر الفرنسي. كما تم التعاقد مع لاعبين من السعودية، هما عبد العالي المحمدي حارس المرمى القادم من نادي الباطن، ومحمد الرايحي من نادي جبلين. وفي سياق التعاقدات المحلية، ضم الوداد محمد مفيد لاعب الجيش الملكي السابق، وأمين لديراني من اتحاد تواركة، ومعاذ أونزمن فتح سبيتت، وجواد خلوق من للنادي لمكاناسي. بالإضافة إلى ذلك، انضم اللاعب الموريتاني محسن بودة للفريق. يستعد الوداد لتعزيز صفوفه بالمزيد من اللاعبين استعدادا للموسم المقبل الذي سيشهد مشاركة الفريق في الدوري الإفريقي ومونديال الأندية في أمريكا. يأتي ذلك في ظل تسريح النادي ل21 لاعبا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.